على الرغم من حكمتي الواسعة وثقافتي اللامحدودة، من يومين لما كان عندي ضيوف سألني عيل من دور عيالي كده على موضوع ومعرفتش أرد عليه وفضلت مبلم. فلما نزلت القهوة بعدها قررت أدور في الموضوع ده وأقرأ وأذاكر له. فساعتها جالي الواد القهوجي وقال لي: وأنت بتعمل إيه بس يا حاج؟ هو بعد ما شاب ودوك كتاب. المثل اللي بنتكلم عليه النهارده مثل في منتهى الخطوره والاستفزاز. مش هعمل بقى زي الحلقه اللي فاتت لما قلت لك ان المثل فيه معنى حلو لكنه جوه منه معنى تاني وانه بيدس السم في المثل. لا، المثل في حد ذاته سم صافي كده. المعنى اللي بيوصله المثل ده لاي حد هو انك تكتفي بالتعليم لو وصلت لسن معين، سواء كنت انت راجل كبير بقى او واحد لسه شباب بس اتخرج من فتره، او شغال وربنا كرمك وبقيت مدير وغيرها من الحالات التانيه دي كلها. المثل بيقول لك ان خلاص فات وقت التعليم ودلوقتي انت ما ينفعش تتعلم حاجه جديده. واكتر حاجه بتستفز عمك الحاج من المثل ده انه بيزرع فيك ان القدره على التفكير والتعليم ليها مده صلاحيه. ولكن برضو عشان ما بقاش راجل ظالم، خلينا نبص للمثل ده بشكل تاني ونشوف لو اتقال في اي وقت بشكل ايجابي هيكون القصد منه ايه، اهو يمكن نلاقي له معنى كويس يعني. لما فكرت شويه كده لقيت انه بيكون ليه علاقه بحاجه زي يا ابني كل حاجه حلوه في وقتها، او التعليم في الصغر كالنقش على الحجر والحاجات دي يعني. والحقيقه ان الكلام ده ليه جانب كويس فعلا، هو التشجيع على استغلال فترات حياتك في السلوك او العمل المناسب ليه، زي انك مثلا تخصص فتره شبابك للشغل او الرياضه، او استغلال ان في فتره الطفوله الاطفال بيكون عندهم مرونه اكتر في عقلهم ووقتها سهل ان هم يستوعبوا ويتعلموا بشكل اكبر. ولكن السؤال اللي انا سالته لنفسي هنا، هل الانسان لما بيكبر بيكون صعب انه يتعلم حاجه جديده؟ في حاجه في العلم الحديث اسمها اللدونه العصبيه او النيوروبلاستيسيتي، ودي معناها ببساطه وبالبلدي كده ان مخك ده مش عباره عن قالب طوب بينشف اول ما بتكبر، لا، مخك ده عامل زي الصلصال. اللدونه دي معناها ان المخ عنده قدره جباره انه يغير نفسه، يمط ويشكل نفسه من جديد طول ما انت عايش. وعلى الرغم من ان الكلام ده معناه ان انت المفروض ذكي ومخك شغال، انت برضو كالعاده ما فهمتش اي حاجه. مخك المتربس ده اللي مش فاهم اي حاجه من الكلام جواه مليارات الخلايا العصبيه، والتعليم هو عباره عن سكك بتتبني بين الخلايا دي. ولو تخيلنا ان السكك اللي بتتبني دي في عمال بيبنوها، فزمان كانوا فاكرين ان العمال اللي بيبنوا السكك دي بيطلعوا معاش بدري، بس في الحقيقه ان العمال دول شغالين 24 ساعه لحد اخر يوم في عمره. يعني من الاخر كل ما بتتعلم معلومه جديده او مهاره جديده او حتى تغير عاده قديمه عندك، انت بتدي امر لمخك انهم بعد ما يهدوا الطريق القديم يبني سكه جديده. يعني السن ملوش دعوه بالقدره، السن ليه دعوه بانك بطلت تطلب من العمال دول انهم يشتغلوا فمخك صدى وبقيت على حالتك اللي انت فيها دي. كارول دويك، ودي دكتوره في علم النفس من جامعه ستانفورد، قضت سنين من عمرها بتدرس حاجه واحده بس، ايه اللي بيفرق بين واحد نجح وواحد وقف مكانه، فطلعت بكتابها العبقري مايند سيت. ولو انت بقى متابع قديم للحج هتعرف الكتاب ده الحج اتكلم عنه في انهي حلقه غير الحلقه دي، فلو انت متابع على قديمه اكتب للحج في الكومنتات كانت حلقه ايه، وبالمره دوس لايك واعمل السبسكرايب لو انت مش عارف. المهم ان كارول قالت لك في الكتاب ان البشر نوعين مالهمش تالت. النوع الاول قالت عليهم اصحاب العقليه الناميه، ودول ناس عارفين ان مخهم ده عباره عن عضله بتكبر مع التمرين مهما كان سنهم، والفشل عندهم مش اهانه، دي تجارب بتعرفهم الطريق الصح فين. اما النوع التاني بقى هم اصحاب العقليه الثابته، دول بقى اللي اخترعوا المثل اللي احنا بنتكلم عليه ده. دول شايفين ان ذكائهم وقدراتهم عامله زي مقاس جزمتهم، حاجه ثابته ما بتتغيرش. يا اخي والله ده حتى الجزمه ممكن تاخد وتدي معاك. طيب إيه اللي يربط الكلام العلمي الكبير بتاع اللدونه العصبيه بكلام الست كارول عن عقليات الناس؟ ببساطه يا ابني اللدونه دي هي الموتور، يعني مخك فيزيائيا وكيميائيا يقدر يتعلم ويبني وصلات جديده لحد ما يموت. اما المايند سيت او العقليه فهي الدركسيون وقرارك انت هتدوس فرامل ولا بنزين. السم في مثل بعد ما شاب ودوك كتاب انه بيخليك تشد الهاند بايدك، بيقنعك ان الموتور باظ لمجرد ان العداد زاد كام سنه، لكن الحقيقه ان الموتور ده شغال بس مستني منك انك تغير دماغك وتصدق انك تقدر، عشان مخك يقدر يبني السكه اللي انت هتمشي عليها. والكلام ده بقى بيفكرني بفيلم انا بحبه اسمه ذا انترن، روبرت دينيرو في دور بين ويتيكر، راجل عنده 70 سنه ارمل وعلى المعاش. يعني بالمنطق بتاعنا المفروض الراجل ده يقعد على قهوه المعاشات يلعب دومنه، بس بين كان عنده عقليه ناميه زي ما كارول قالت. Also, don't feel like you have to dress up. I mean, we're super cash here. I'm comfortable in a suit if it's okay. No, it's fine. Old school. Exactly. At least I'll stand out.
الراجل ده لقى اعلان لشركه ستارت اب بتبيع لبس اونلاين، كانوا طالبين ناس تحت التدريب وبالاخص التسويق الالكتروني او يعني الديجيتال ماركتنج. الراجل راح مقدم. تخيل ده بقى لو كان عندنا وراجل كان مدير تنفيذي لشركه كبيره راح يشتغل موظف تحت التدريب في شركه صاحبتها عندها حاجه 20 سنه. وقبل بقى ما تفكر ان عايز امجد في الغرب وخلاص، هقول لك ان نفس الكلام حصل عندهم عادي. اول ما دخل الشركه السم ظهر، الكل كان بيبص له بصه هو ايه اللي جايب الشايب ده في الكتاب بتاعنا. Exciting place, huh? Oh my god, they had one opening for a regular age intern. No offense. I got it. I'm so psyched. I'm pretty psyched myself. حتى صاحبة الشركة نفسها كانت خايفة منه وشايفة انه هيكون حمل عليها. الراجل ده اكيد مش هيفهم بقى في التكنولوجيا ولا شغل اليومين دول، لكن الراجل ما حسش بالاحباط. قعد وسط عيال قد ولاده، بدأ يتعلم بقى يفتح اللابتوب ازاي، يتعامل مع الفيسبوك والانستجرام، الحاجات دي كلها. هو صحيح كان بطيء في الاول، لكن مخه بدأ يشتغل ويبني وصلات جديدة لمهارات ما كانش يعرف عنها حاجة. لكنه ما كانش بس بيتعلم، ده بعقليته النامية قدر انه يدمج خبراته القديمة زي الاصول والشياكة والالتزام مع التكنولوجيا الجديدة والجيل الجديد. وفي وقت قصير بقى هو اكتر واحد الشركه كلها محتاجه له. ده حتى صاحبه الشركه نفسها بقت تاخد رايه في حياتها وفي الشغل. ولو انت لسه برضه مش مقتنع وبتقول لي يا حاج ده كلام كتب وافلام، خليني اقول لك على قصه حقيقيه حصلت ملهاش علاقه لا بالافلام ولا بالكتب. عارف الراجل ابو شعر ابيض اللي على علبه الفراخ المقليه الحمراء؟ ما تشتريش من عنده عشان مقاطعه، انا بس بجيب لك سيرته دلوقتي عشان عايز احكي عنه قصه. الراجل ده بعد ما جاب ال 65 سنه وطلع معاش، راح يصرف اول شيك ليه لقاهم $105، ودول ما كانوش ياكلوا عيش. فراح قايل لك انا مش هسكت على المهزله دي، انا من بكره الصبح هعمل تتبيله فراخ. وفعلا عمل تتبيله فراخ، ولكن كانت تتبيله فراخ مختلفه، وفضل يلف بيها على المطاعم لحد ما وصل 999 مطعم. كلهم كانوا بيزحلقوه بيقولوا له انت كبرت يابا على الكلام ده، لحد المطعم رقم 1000 راح عرض عليهم التتبيله والمطعم رفضوا عادي. ما انا قلت لك بقى دي قصه حقيقيه مش فيلم، يعني الحبكه مش هتبقى مظبوطه بالملي. المهم الراجل كمل ووصل لحد المطعم ال1010، وساعتها نجح وبداوا يعملوا الفراخ المقليه بتاعتهم لحد ما وصلوا دلوقتي للي وصلوا له. ورغم ان القصه دي قصه محفزه ما تشتريش منهم برضه. شوف يا ابني، العلم بيقول لك مخك يقدر، علم النفس بيقول لك قرارك اللي بيحركك، الواقع والسينما ورونا نماذج حيه كسرت القاعده ونجحت. فما تجيش بقى بعد كل ده وتقول خلاص انا كبرت على التعليم، ما تبقاش عامل زي البهيمه. السم الحقيقي في مثل بعد ما شاب ودوك كتاب هو انه بيحاول يقنعك ان العمر ده قطر وفاتك. فزي ما قلت لك نزل الهند ودوس بنزين وشغل دماغك، ووالله هتمشي معاك وهتتعلم. وزي ما قال هنري فورد صاحب شركة فورد بتاعت العربيات، أي شخص يتوقف عن التعلم هو شخص عجوز، سواء كان في ال20 أو في ال80، وأي شخص يستمر في التعلم يظل شابا.